حركة للأسف بنعملها والشيطان بيحبها قوي، وبص بيبقى طاير من الفرحة، وممكن يخش لنا منها من طرق كتيرة، وفسيب التدبير على المدبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ معانا النهاردة مشكلة خطيرة جدا 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 بتواجه كتير قوي من الناس. مشكلة يا صديقي للأسف الشيطان بتحبها قوي قوي قوي، وممكن يعمل لك منها طرق ويضلك من هذه الطرق، بس الحل بسيط قوي يا صديقي. انا جاي النهارده احل لك المشكله دي واقدم لك علاج يا صديقي من سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، علاج قال لنا عنه ربنا سبحانه وتعالى على هذه المشكله، عشان نكون مرتاحين. وفي نهاية الفيديو زي ما انت متعود يا صديقي هديك القاعدة الذهبية اللي تقدر تحل بيها المشكلة دي. بس هل انت يا صديقي تشترك لايك واشتراك وتتابع حلقاتنا على السبب اللي في وصف الفيديو، وتنك تعليقات وتصلي على النبي. يلا بينا نفهم يا صديقي، يلا بينا نفهم ببصيرة رايقة. بص بقى يا صديقي، بداية كده المشكلة هي الرزق. الرزق يا صديقي للأسف بسبب قلة اليقين عندنا احنا، ربنا سبحانه وتعالى بقى يبتلينا بسبب قلة اليقين وقلة الإيمان. بس يا صديقي رزقك مكتوب. هتقول لي يا عم انا عارف، اقول لك لا يا صديقي، تعال كده نتخيل معاه الموقف كده عشان تفهم ازاي هو رزقك مكتوب. اسمع كده يا صديقي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والارض. يعني ده ايه؟ قسم. قسم لغه عربيه بقى الكلام ده، بقى ايه المهم، فرب السماء والارض انه لحق. طب حق بقى، حق زي ايه؟ يعني زي ايه؟ مثل ما انكم تنطقون. يعني انت دلوقتي سامعني صح وكده، فزي ما انت سامعني دلوقتي وزي ما انا عارف اللي انا بتكلم دلوقتي وموقن من كده، فرزقنا مكتوب زي كده بالظبط. ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. احنا مشكلتنا اللي احنا عارفين الايه، بس للاسف قليل قوي اللي بيطبق هذه الايه. فلازم يا صديقي نعرف تفسير الآية دي، ونعرف نتكلم عن إيه الآية يا صديقي تطمئن قلبك. أحد السلف، أحد الصالحين يقول علمت أن رزقي بيد ربي فارتاح قلبي. فارتاح قلبي. أنت لما تبقى عارف إن رزقك بيد ربنا سبحانه وتعالى، وهنيجي عند النقطة دي دلوقتي، فأنت خلاص بتطمئن كده وبص في راحة. يا سلام يا سلام، أنا عارف الراحة دي الحمد لله سبحانه وتعالى. أما بعد كده يا صديقي ننتقل إلى النقطة التالية، ألا وهي ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الرزاق. فتعال كده نتخيل معانا الاسم بقى. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، يعني يرزق بكثرة. يعني سبحانه وتعالى رزاق، يعني بيده خزائن الأرض والسماوات. تعالى تخيل خزائن كل حاجة بيده سبحانه وتعالى. هو الملك، هو الملك، ملك الملك سبحانه وتعالى، هو الملك. زائد ان في 3 اسماء من اسماء ربنا سبحانه وتعالى الحسنى جميلة جدا وعظيمة جدا وتريحك قوي، الا وهي اسمع كده معايا: القدير والقادر والمقتدر. فانت اي حاجة عاوزها ربنا سبحانه وتعالى هيديها لك اذا اراد سبحانه وتعالى. فخلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى هيديك، بس هيديك ما يرضيك وما يصلحك، لا ما تختاره انت، لان ما تختاره انت ربما يكون فيه قصر نظر. فخلي بالك يا صديقي ان في البداية لازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، وان الارزاق مكتوبة. فما تتعبش نفسك كتير يا صديقي بالتفكير، عشان للأسف الشيطان بيستغل هذه النقطة بالتسويل لينا. ودي تنقلنا إلى النقطة التالية، ألا وهي ازاي الشيطان بيستغل هذه النقطة. بص يا صديقي، احنا لما الرزق بيقل، وطبعا دي مشكلة بتواجهنا كلنا للأسف، فالشيطان بقى يروح مستغل النقطة دي بقى، ويروح داخل لك من باب ابن لذين، ولكن ده ربنا سبحانه وتعالى ده بقى ايه؟ ربنا ده ظلمك، فربنا يقعد يوسوس لك بقى، وشوف يجي بقى وسط بقى ان احنا في الشغل ده بقى يروح قايل لك ايه؟ ده الرزق قليل، شوف مش عارف فلان، وشوف علان، شوف ده عامل ازاي، وشوف ده عامل ازاي، ويقعد بقى الوسوسه شغاله عليك من هنا لحد الصبح، لحد ما للاسف يفتح لك طريق، ويروح الطريق ده يكون سبب في اغواك وسبب في ضلالك يا صديقي. فخلي بالك واحترس من الشيطان، لان الشيطان بيترصد من بص هيموت وكده، بس انت لازم تكون صاحي ولازم تكون فايق يا صديقي. وبعد كده ننتقل للنقطه التاليه، الا وهي يا صديقي، الا وهي اللي احنا لازم علينا نسعى.
هتقول لي طب ما احنا عارفين. اقول لك لا، لازم نسعى بكل قوتنا، لازم نستخدم جوارحنا، ولازم بص نعمل ناخذ بالاسباب كلها ونعمل ونشتغل ونعمل كل حاجه، بس نسيب النتائج على ربنا سبحانه وتعالى. عشان لما ننام بالليل ننام وقلوبنا مرتاحه، ننام وقلوبنا ايه يا صديقي؟ قلوبنا مرتاحه. وبعد كده يا صديقي لازم نعرف ان الرزق مش فلوس بس. الرزق ده صحتك رزق، اولادك رزق، زوجتك رزق، زوجك رزق. طبعا ده لو زوج وزوجة يعني انت فاهم انت طبعا. المهم اي حاجة في حياتك يا صديقي هي رزق من ربنا سبحانه وتعالى. فاوعى تحصر الرزق في الفلوس بس، لا يا عم، ده الرزق ده حاجات كتيرة قوي، بس للأسف احنا باصين للفلوس بس ان هي الرزق، لكن الرزق ده كتير قوي يا صديقي، ولازم نعرف الموضوع ده عشان نرتاح. غيرك يا صديقي مشلول، وغيرك مش سامع، وغيرك كتير قوي. انت طالما انت في صحتك وحالك مستقره كده، بص انت كده في رزق كبير ونعمه كبيره قوي من ربنا سبحانه وتعالى. فلازم نشكر ربنا على هذه النعم. والا القاعده الذهبيه يا صديقي اللي هتعلمك ازاي تقدر ايه بقى، تقدر تعمل ايه، تقدر ترتاح وتريح قلبك. بص بقى، القاعدة الذهبية تتكون من نقطتين وحاجتين لازم نعملهم. بأول حاجة وهي السعي بالجوارح، يعني لازم نشتغل ونعمل وبص نعمل كل حاجة وناخد بكل الأسباب. واما الخطوه الثانيه فاللي احنا ما نبصلش للنتائج. ما نبصلش للنتائج ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو قال لنا اسعى، ما قالناش هاتوا نتيجه. يعني لو واحد فضل يدعو قومه 950 سنه وما اسلمش معاه غير كام واحد كده، برضه ربنا سبحانه وتعالى هيجازيه خير. الا وهو صديقي ده سيدنا نوح عليه السلام، قعد يدعو قومه 950 سنه وبقى من اولي العزم، مع ان ما حدش امن معاه غير كام؟ اقصى الروايات حاجه و80 واحد، حاجه و80 واحد امنوا معاه، ومع ذلك بقى من أولي العزم من الرسل. فلازم نسعى صديقي ونسيب نتائج على ربنا سبحانه وتعالى. لو سعينا وخدنا بالأسباب واجتهدنا واشتغلنا وعملنا، ربنا سبحانه وتعالى هيجازينا خير سواء في الدنيا أو في الآخرة. لازم صديقي نشتغل على نفسنا، ولازم نثق في ربنا سبحانه وتعالى إنه رزق، إن الرزق مكتوب من قبل ما احنا بنتولد يا صديقي. فدي نقطة مفروغ منها. واوعى تنسى ان انت مش هتموت الا لما تاخد كل رزقك. اللهم اكفنا من حلالك عن حرامك، اغننا بفضلك يا عم من سؤالك. ازال الله عنكم الامم وشرح لنا لكم الصدور واسد اوقاتنا واوقاتكم، فانه هو الحي القيوم. هو سبحانه ويعلم اني فيه احبكم، فانه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله، وان كان من خطأ فمني ومن الشيطان. استغفر الله يقول الاشتراك وتقول لك في التعليقات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.